دعوا معايا يا ربي يكون الخبر صحيح. الجامعه المغربيه لكره القدم البلاغ كتقول: تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستلجأ للمساطر القانونية لدى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم للبت في انسحاب المنتخب السنغالي من ملعب المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي، وما صاحبه من أحداث بعد إعلان الحكم عن ضربة جزاء صحيحة بإجماع المختصين، مما أثر بشكل كبير على السير العادي للمباراة ومردود اللاعبين. من جهة أخرى، تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالشكر الجزيل لكافة الجماهير المغربية التي ظلت وفية للمنتخب الوطني بحضورها الكثيف وتشجيعاتها المثالية في كافة المباريات المنتخب الوطني وباقي المباريات، كما تشكر جميع من ساهم في إنجاح هذه البطولة القارية. خوتي، هذا بلاغ هام. الجامعة الملكية لكرة القدم تقدمت بواحد البلاغ للناس المنظمين الكاف المنظمين المسؤولين عن تنظيم كأس افريقيا في المغرب، بسبب هذا الشو اللي داروا السنغاليين، واللي تضاربوا مع المخزن ديالنا، واللي داروا يعني احتجاجات على بيلانيتي وشيك. بيلانيتي يعني مستحق، وخلاو يدخلوا اللاعبين في نفسيه اللي كنقولوا في نفسيه صعيبه، اللي خلى ان ابراهيم دياز انه يضيع هذا البيلانيتي ويدمر ويصدم 40 مليون مغربي. فهذا خاصو يتعاود هذا الماتش، وكنتمناو انه الخبر يكون صحيح، وكنتمناو اعاده النظر في هذا الماتش او المباراه اللي جمعات ما بين المغرب والسنغال في النهائي. فهي مباراه داخل فيها شي شويه الشك، والمغاربه كاملين خاصهم يعرفوا شنو هذا الشيء اللي خلى ابراهيم دياز انه يضيع ديك البيلانيتي ويشوتها بديك الطريقه اللي كنقولوا طريقه بحال اللي صدقها عليه كما كنقولوا بالمغربيه. كنتمناو ان يتعاد النظر في هذه المباراه.